يا قمر كده نشوف البسلة واللحمة والرز، وعملنا ازاي بسلة كده باللحمة، وعملنا رز، وعملنا بتنجان مخلل وفلفل، وظبطنا الدنيا دي كلها كده ازاي. تعالوا يلا نشوف الطريقة، واوعى تنسي اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه بره مصر وجوه مصر في الوطن العربي كله؟ ربنا يخليكم دايما ليا سند، وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم عليكم يا رب. وان شاء الله رمضان بإذن الله يكون جاي على الناس كلها بالخير والهنا والسعادة على قلوبكم يا رب، وربنا يسعدكم كلكم ويفرح قلوبكم كلكم يا رب. وكل الناس ان شاء الله باذن الله اللي نفسها تعمل حاجه ان شاء الله ربنا هيحققها لها. واحنا كل كده باذن الله داخلين على شهر مفترج، وباذن الله ربنا هيكرمكم كلكم جميعا. النهارده بقى يا جماعه انا جبت لحمه عيد يا بنات. النهارده كده في عيد عشان جبنا لحمه. بصوا جبت هنا نص كيلو من اللحمه بالشكل ده كده، وقطعت عليه جزرايه وطماطمايه وبصلايه وورق لورا وحبهان اللي هو ده شكله تمام. هنحط لنا حبهان، وهنروح طبعا نولع على اللحمه دي تتسلق، وهنعمل بسله ورز. ويلا تعالوا معانا كده نعمل الغدا مع بعض. صلوا على النبي يا بنات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا هنا طبعا هولع على البوتاجاز بالشكل ده، وهحط معايا حله ميه تمام، وهنزل معايا باللحمه والبصل والجزر والطماطم واللورا والحبهان. الميه ساقعه، انا بحب اعمل اللحمه والميه ساقعه مفيش مشكله خالص، وبغطي عليها بقى واسيبها تستوي مع نفسها. هتستوي وارجع لكم. شايفين يا بنات اللحمه بتاعتي، وشايفين الشوربه، شايفين جمال الشوربه عامل ازاي تمام. بصوا هي خلاص ده قربت يعني داخله على سوا. هنغطي عليها بقى. هنيجي بقى هنا هنعمل تسبيكه البسله. بصوا يا بنات هنا هحط بقى شويه من الزيت، وهنبدا بقى نحمر البصلايه عشان نعمل البسله القمر بتاعتنا. معايا بصلايه كبيره كده وهنحمرها. هنبدا بقى نحمر البصلايه. بصوا بقى هنا معايا البسله، معايا هنا ده كان 2 كيلو من البسله، فانا كنت مفرطاهم وحطاهم كلهم في الفريزر. هاخد نص الكميه دي، وعايزين تعرفوا طريقه التخزين انزلوا في الفيديوهات اللي يعني هتلاقوا تخزين الخضار ماشي. ومعايا هنا طماطم برده، كيس طماطم متسبك برده تمام. ومعايا هنا كيلو من الجزر، هناخد منه يعني حوالي ربع كيلو من الجزر تمام. تعالوا بس هنا نحمر البصلايه الاول. وطبعا معايا هنا البسله هيت اللي احنا هنعملها، هناخد نصها. ومعايا الجزر تمام، انا بحب اقشره، لو انتوا مش حابين تقشروه براحتكم. بقشر الجزر بالشكل ده كده، وهنقطعه بقى مكعبات صغيره. بقشر الجزر بالشكل ده كده، وبقوم جايه مقطعاه مكعبات صغيره خالص تمام بالشكل ده كده. طبعا تقدروا تقطعوه التقطيعه اللي انتوا تحبوها براحتكم، حابه تقللي جزر برضو براحتك. هعمل بقى كميه الجزر بتاعتي وارجع لكم. معايا عملت الكميه دي من الجزر تمام، وغسلتهم ماشي. وهحط عليهم بقى شويه من البسله اللي انا مفرزاها دي. مش هنحط البسله كلها زي ما انا قلت لكم، هنقسمها بالظبط، لان دول 2 كيلو هاخد منهم حوالي كيلو. بصوا انا قسمت كده البسله معايا بالشكل ده، خدت دول ماشي، وهعين دول بقى في الفريزر خلاص. هاخد شويه من الشوربه تمام، ونحطهم كده على الطماطم. وبعد ما الطماطم دي تغلي هنضيف بعد ما الطماطم تغلي هنضيف البسله بتاعتنا تمام. زي ما انتوا شايفين كده. احط معايا هنا كده مكعبين من الماجي
تمام. وهنقلب طبعا الطماطم دي، واول ما تغلي طب بقى البسله زي ما انا قلت لكم. معايا بقى ايه؟ فلفل اسود، كزبره، فلفل اسود، وشويه صغيرين من الشطه ودي اختياري، شويه صغيرين كده من الكزبره. تمام. حابه تضيفي بهارات بقى حطي، بصراحه انا ما بحبش احط اي بهارات غير الفلفل الاسود والكزبره بس وشطه. عندك بابريكا حطي بابريكا برضو، مفيش مشكله خالص. بين البابريكا برضو حوالي معلقه صغيره كده. بصوا بقى هنا كده هنزل معايا كده بالبسله والجزر. وطبعا بعد ما حطينا البسله هنا بالشكل ده كده اهو، هنسيبها بقى تستوي وارجع لكم. بصوا بعد البسله معايا ما استوت كده، هحط بقى اللحمه بتاعتي، هطلع اللحمه من الشوربه. تمام. وهنحطها هنا تاخد غلوه وتدي كده من البسله طعم اللحمه. تمام اهو. تبقى بقى تغلي غلوه وتبقى كده البسله معايا جاهزه. ونعمل بقى الرز، هنجهز الحاجه بتاعه الرز ويلا بينا نعمل الرز. نحط حله الرز ويلا بينا نعمل الرز. هحط شويه من الزيت، هحط حته من السمنه كده، السمنه الفري باخد منها كده مكعب اهو بالشكل ده. هنحط كده حطينا السمنه والزيت ومعايا شعريه كده، هنحمر الشعريه الاول. الرز بقى بالزبده دي بيبقى حكايه، بيبقى حكايه كده اهو. هنحمر بقى الشعريه القمر دي. مطولش عليكم الفيديو. لايك بقى، لايك يا بنات، لايك كده وشير. وبصوا كده ظبطوا لي الفيديو ده، ظبطوه كده شويه. بعد ما بصوا غسليه الرز معايا كده، غسله الرز معايا، وبعد ما الشعريه احمرت كده هنزل معايا بالرز. بصوا اهو. هحمر بقى، اشوح الرز شويه كده مع الشعريه. هننزل بقى هنا كده. انا ما عنديش شوربه كتير فحطيت شويه من الميه، وهزود شويه برضه من الشوربه. تمام كده. تمام كده خلاص الرز معايا. ماشي. هقول لكم بقى على تكايه. بصي بقى، عايزه الرز بتاعك يطلع حلو وطعمه حلو، حطي له بس سنه مع كمون. نحط بقى شويه من الملح. وهنا بقى غطيت على الرز بتاعي يستوي. بصوا اهو زي ما انتم شايفين. تمام. وطفيت عليه. وهنا بقلي فلفل، وقليت هنا شويه من البتنجان كانوا عندي، وقلت اقليهم برضو واعمل بتنجان مخلل. بنات الرز القمر اللي عملناه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهل سيدنا محمد. طبعا زي ما انتم شايفين البسله باللحمه، وادي الرز، وطبعا ادي البتنجان المخلل والفلفل القمر دوت اللي عملناه. يا رب يعجبكم. هنزل لكم فيديو البتنجان في فيديو تاني، وهقول لكم طريقه التخليل بتاعته. اوعوا تنسوا اللايك بقى والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.